اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده. انا هند فهمي. النهارده هنعمل مع بعض احلى كنافه بالقشطه، كل الكنافه بالكريمه. طبعا كلنا بنحب الكنافه وبتبقى حلوه جدا في العزومات وفي رمضان. هنبدا مع بعض في الفيديو على طول. هنا معانا نص كيلو كنافه. انا طبعا كنت مجمداها في الفريزر حوالي ساعه. انت ممكن تسيبيها ساعه او اكتر، مش مشكله، بس هي تبقى ماسكه نفسها بحيث ان احنا لما نيجي نفركها لازم نفركها كويس جدا جدا جدا، بحيث ان هي تبقى حتت صغيره قوي وتبقى ناعمه. في ناس ممكن تضربها في الكبه، تضربيها في الخلاط زي ما تحبي، بس انا كنت بفرمها بايدي عشان احس بيها بايدي اكتر. هنزل عليها هنا بمعلقتين سكر بودر. طبعا لو ما عندكيش سكر بودر ممكن تنزلي بسكر عادي، بس هو الافضل يبقى سكر بودر عشان ما تحسيش بالقرمشه بتاعه السكر بتاعته فيها، لان هي اوريدي، ولازم نقلبهم كويس جدا 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 مع بعض. وبعد كده نبدا بقى نجيب كوبايه سمنه بلدي، اي سمنه متوفره، ويفضل لو تكون سمنه بلدي عشان هتخلي الطعم في حته تانية. هننزل بيها، عايزين نغلف الكنافه، مفيش ولا حته صغننه فيها، لما لازم يبقى عليها السمنه، لازم السمنه تتشرب في كل حته في الكنافه، فلازم نمسكها نفركها كده كويس قوي زي ما انتم شايفين بايدينا. لازم اغلفها كلها، مش عايزه ولا حته فيها ما تبقاش فيها سمنه. هجيب بقى معلقه عسل، ودي اختياريه لو انتوا حابين. العسل ده هنا بقى بيدي لون كده وقرمشه حلوه مع الكنافه. اللي بيحب الكنافه بتاعته تبقى مقرمشه كده، انا بحبها مقرمشه بصراحه، مش بحبها طريه. اللي بيحبها طريه بقى ايه، ممكن ما يحطش عليها عسل. هنقلبها بقى كويس جدا قوي قوي مع بعض. هنبدا نجيب صينيه مقاس 28 او 30، هندهنها زبده او سمنه، ولازم ندهنها كويس جدا، لازم ندهن الحروف وندهن الجناب وندهن كل حته فيها، والارضيه كويس قوي 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 عشان ما تلزقش في معاكي في الصينيه. وانا الصينيه عندي هنا سمكها عالي شويه، فايه مش هتلزق. هبدا بقى انزل كده ايه بتلتين كميه الكنافه، هوزعها كده في الصينيه كويس قوي. وانا بوزعها خلي بالي ان انا كل الحروف وكل الاطراف جت عليها، وهبدا بقى كده ايه ادوس عليها كويس قوي. انا عايزاها كلها تبقى متساويه ببعض كويس قوي، مش عايزه حته عاليه وحته واطيه، عشان لما تخش الفرن ميبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه. لازم ندوس عليها كويس قوي قوي قوي. لو عندك صينيه تانية تقدري تجيبيها مثلا وتحطيها فوقيها وتدوسي عليها كده، هتظبط معاكي الحروف بتاعتها كويس قوي. نبدا نلف فيها كده وندوس جامد جامد جامد، ونخلي الاطراف من بره عاليه شويه قوي عشان لما نيجي نحط الكريمه. اهو ده كان شكلها بعد اما سويتها. هنا هنعمل بقى حشوه الكريمه. انا هنا جبت حوالي 600 جرام لبن او كيلو الا ربع، نزلت عليه برمع مع النشا. هنقلبهم كويس قوي 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 مع بعض على البارد، وبعد كده نبدا نحطهم على النار لحد ما القوام بتاعهم يتماسك معانا كويس قوي. طبعا مهم جدا ان الكريمه تبقى يعني تبقى متماسكه معاكي، ما تبقاش سايله كده. بعد ما حطيناهم رفعناهم على النار، مش هتكمل معاكي 5 دقايق، 10 دقايق بالكتير قوي، هتلاقيها ابتدت القوام يتقل، وهيبقى زي كريمي، يعني كريمي كده، بس ايه متماسك مع بعضه كويس. وده كان شكلها اهي بعد ما تماسكت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين القوام كريمي ازاي؟ انا بحاول اقرب لكم اهوت الصوره عشان تبقوا شايفين الشكل كويس. انا حتى ما سبتهاش لما تبرد، انا بدأت ان انا انزل بيها على طول وهي سخنة. لو حابين تسيبوها لما تبرد بعدين تفردوها براحتكم، بس هيبقى الفرد معاكم رخم شوية. فهنا نزلت بيها وهي سخنة. هبدأ بقى اوزع كده بالمعلقة، اسويها بالمعلقة. انا مش عايزاها تطلع على الحروف، مش عايزة الاطراف خالص توصل لها، علشان وانتوا بتحطوا الطبقة التانية وتيجي تدوسوا عليها ما تطلعش منكم من الجناب، هتبصوا تلاقي الضغطة طلعت منكم من الجناب. فانتي حاولي تخلي الكريمه كلها في النص، وانتي بتوزعي بالمعلقه وزعي براحتك خالص عادي عادي، بس اهم حاجه ما تروحيش على الاطراف والحروف زي ما انا عامله كده. شايفين ده شكلها بعد ما سويتها من كل الاتجاهات؟ هبدا اجيب بقى ايه زي شوكه مثلا كده او اي حاجه عندي، عايزه ابدا ان انا ايه اعمل فيها كده زي خطوط كده، او ان انا افتح كده شويه من الكريمه. الحركه دي عشان خاطر لما تيجي تحطي الطبقه اللي فوق تقفش في الكريمه، ما تبقاش فاصله، عشان ما تفصلش منك وانتي بعد ما تحطيها في الفرن. هنا نزلت اهو بالجزء الباقي. هبدا بقى ادوس عليه برضو واضغط عليه. هنا بقى مش هضغط جامد قوي زي ما ضغطت تحت، عشان زي ما قلت لكم مش عايزين الكريمه تطلع. انا الكريمه ما سبتهاش لما تبرد،
هما دقيقتين بالظبط 3 دقايق، وبدأت ان انا انزل عليها بالكنافة وببدأ اسوي الحروف كده زي ما انتوا شايفين. مهم جدا ان انت تبقى عاملاها في صينية ألمونيا، يعني الصينية الألمونيا دي هتفرق معاكي جدا 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 في التسوية، وبتطلع الكنافة حلوة قوي. بس لو مش متوفر عندك ممكن تعمليها في تيفال، ممكن تعمليها في بايركس، اي حاجة، بس هي الافضل ان انت تحطيها في صينية ألمونيا. هديها بقى رشة زبدة كده من فوق، رشة سمنة خفيفة كده، بتحمر الوش معايا وبتخليه شكله جميل قوي. وهنبدأ بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 وفرن متسخن قبلها. ده كان شكلها النهائي بعد ما طلعت. لو ما احمرتش منك وهي في الفرن ممكن تديها وش تحت الشوايه. لو احمرت منك خلاص، انا هنا اديتها وش برضو خفيف كده عشان انا بحبها محمصه شويه زي ما قلت لكم. والسيرم هنا عندي كان جاهز، كنت حاطه كوبايه ونص من الميه عليهم كوبايه من السكر. انا مش عايزه اتقل السيرم قوي عشان ما بحبهاش مسكره قوي برضو. وبتحطوا عليه عصره ليمونه وتسيبوه 10 دقايق، ولازم يبقى بارد معاكي جدا جدا وانتي بتنزلي بالشربات بتاعها عليه. وده بقى شكلها بقى النهائي بعد ما طلعت. هنقطعها ونشوفها مع بعض. اهي متماسكه، وعايزه اقول لكم صوتها وانا بقطعها، صوت القرمشه بتاعه الكنافه جميله. وادي الكريمه اهي، والطبقات بتاعتها متماسكه في بعضها، هتعجبكم جدا. اتمنى ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديده. بالهنا والشفا، استناكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الف هنا.